بغات دير العصير لمرت ولدها ولكن ما كتحملها ما كتقبلها. تخيلوا لي العصير شنو باغا دير فيه. دارت فيه الجاجه الاخوان، هرست الكاس وشداتو دارتو في مولينيكس وضرباتو الاخوان حناتو باش تعطيه المرت ولدها. يعني مرت ولدها حامله الاخوان، باش تفهموا نتوما البلان كيفاش غادي. حنا داك العصير ديال المانغ مع الكوك، المانغ مع الكوك مع الدجاج، حيت ما كتحملش مرت ولدها وما باغاهاش تولد مع ولدها نهائيا. هما جالسين كيتعشاو، قالت لها انا جبت لك العصير المفضل، يعني شي حاجه زوينه، جبت لك احسن عصير باش تشربي حيت انت حامله وقريبه تولدي وكذا وهذه. المهم الاخر على حسابه، يعني ما دايما جايب لي مو راه كتهلا في مرته وكذا وهذه. ولكن هي شدات ذاك العصير الاخوان، ولكن شماته بدات كتقول لهم هذا العصير هذا راه زوين وكذا، انت شربي جربي شوفي. مع شداتو هي المراه اللي حامله، شداتو بدات كتشم في ذاك العصير، شماتو لقات فيه الريحه ديال الكوك وهي ما كتحملش الكوك. يعني عندها واحد، يعني بزاف ديال الناس ما كيبغوش هاد الانواع ديال الفواكه. قالت لها علاش ما كتشربيش الكوك؟ راه درت لك فيه الكوك. قالت لها الكوك ما كنحملوش، المونغ والكوك، المونغ بوحدو ولكن الكوك ما عجبنيش. من حسن الحظ ديالها الاخوان، هي كون شرباتو كون مشات فيه حيت مطحون فيه الدجاج. يعني اختنا الام ديالو تصدمات، يعني شافتها ما شرباش، يعني دابا كتفكر لها بشي طريقه اخرى، كتشوف ليها طريقه اخرى. قالت لها صافي غادي نشوف لكم. المهم دازت الاخوان، مشات عند الطبيبه الاخوان اللي متبع الحاله ديال يعني الحمل ديال مرت ولدها. مشات دات تتبحث على ذاك الطبيب، قالت له شوف غادي نعطيك الفلوس وزور ديك الشهاده ديال الدي ان اي، يعني لاديين، زورها لي باللي ذاك الولد اللي كاين عندها في كرشه ماشي ولد ولدي، يعني ماشي الولد ديال ولدي هذاك اللي في كرشه. يعني قالت لي غادي نعطيك فلوس بزاف. قالت لي واش انت كتعرفي الخطوره ديال هذا الشيء اللي كديري؟ قالت لي انا عارف، انا ما كنحملش، انا عارفك ان كلشي عندك انت كيتشرى بالفلوس. يعني مشات عنده حطات له الفلوس الاخوان، حطات له 10000 دولار. قالت له الا بغيتي نزيدك غنزيدك. وطلع الطبيب هذا الاخوان باللي فعلا هو شد منها دوك الفلوس، خدا دوك الفلوس وغادي يعطيها هذيك الشهاده. دابا تخيلوا معايا هذه الام هذه علاش كدير هكا، علاش ما حاملاش يعني الزوجه ديال ولدها، علاش ما حاملاهاش؟ يعني هذه بحال العجوزه الاخوان. وبشحال ديال العيالات وديال البنات اللي مزوجين عندهم مشاكل مع العجوزات، شحال مشاكل لا تعد ولا تحصى في جميع القارات، ماشي عا في العرب حنا عندنا، راه جميع القارات هذه المساله ديال العجوزات في جميع القارات. المهم خونا خدا الفلوس ودار ديك الشهاده ديال لاديين غيزورها باللي داك الدري راه ماشي ولدها، يعني هذاك الشيء اللي في كرشها ماشي ولده، يعني ولد شي واحد اخر. المهم مشاو باش يستلموا ديك الشهاده ديال لا دي ان ويشوفوا الحمل فين وصل. جات مو، يعني كيتصدموا باللي مو راه هي دخلات علات عليهم تما. قال لها شنو كنتي كدير الوالده هنا؟ قالت له لا راه جيت هذا الصديق ديال العائله وكذا وجيت نشوفكم وكذا. هادي هما يشوفوا التيست ديال لا دي ان، خرج لهم التيست ديال لا دي ان كيشوفوا، هما كيشوفوا التيست. يعني هي مال قالت لي مالك ما شوفي التيست، ما يقدر يكون هذاك الولد ماشي ولد ولدي اصلا. المهم هو ما عجبوش الكلام ديال مو، بدات كتهضر قالت لي شوف امك كيفاش كدير، يعني حنا قرابين نولدو وكذا. هذاك راه انا عارف، انا عندي احساس على ان ذاك الولد ماشي ولدي. المهم خونا باللي شاف لي لا ديال خرجات يعني ماشي متطابقه مع الحمض النووي ديالو. هو قالت لي انا عارفك بلي انت دايره هذا الشيء، قالت لي انت ما تستاهليش ولدي وما بغيتش انا نزيدو كاع الفلوس، غنحط ليه الفلوس شحال بغيتي باش تطلقي من ولدي، انا نعطيك الفلوس وباش تمشي من حياتنا. ما عجبك دابا الحال ولا ما عجبكش؟ حنا بغيناك تمشي من حياتنا. المهم الطبيب مسكين تحط في واحد الموقف حرج، ما عرف ما غيدير دابا الطبيب. نتوما تخيلوا معايا شنو غيدير. هو راه عارف باللي راه واخد الرشوه، هي راه عارفه باللي هو راه واخد الرشوه وكذا وهذه. لما مشى جلس هو وامه قال لها امي ما كنتش عارف، انا ما متيقن باللي تقدر تخونني وباللي الولد طلع ماشي ولدي وكيفاش انا يعني. شوفوا الاخوان يعني مشاكل وقعت. هي جات تبعاتهم للدار، قالت لها شنو كديري انت هنا؟ ذاك الولد ماشي ولد ولدي، اش كديري هنا؟ قالت لها انت واش شاريه كلشي بالفلوس ولا كلشي شاريه انت بالفلوس؟ وهاد الشالاده ديالك اش كيدير عند الطبيب؟ هي راه حابكه هي والطبيب الشريف. يعني بدات كتقول ولدها بلي حابكه وبلي عاطيه للطبيب الفلوس باش يزور لا ديان باش يبين بلي هذاك الولد اللي في كرشي ماشي ولد ولدها. شوفوا معايا كيفاش، واش ما شفتوش واحد التسلل الاخوان؟ هذاك التسلل براد ديال براد مغربي. والله لا. المهم خلونا في الفيلم. المهم قالت لها واش انت ما حشمتيش؟ علاش درتي هذا الشيء هذا؟ كاين اللي كيقول لي واش انت كنتي معاهم؟ انا كنت معاهم الاخوه، انا كنت انا هو الكاميرا مان ديالهم، انا اللي كنصورهم.
الله زيد، ما عجبكش الفيديو طلع راه كاين فيديوهات تافهين، ها راه ما تفرج شو البراد الاخوان. الله يتا البراد حاضر بالله، البراد في الاكوادور. المهم الاخوان، مشات القصه ديالنا على هذا المنوال، عرف باللي مو طلعت كذابه، وباللي علاش بغات دير هذا الشيء هذا كامل، حيت بغات تطلقوا مع المراه وما حاملاهاش وكذا. المشاكل ديال الدار كتحل، ولكن راه باش تطلق باللي الدري يكون في الكرش وتمشي وديري لهم مشاكل، هادشي راه ما مزيانش.